شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. شلونكن يا صبايا؟ شلونكن؟ شلون صحتكن؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم بتشوفوا الفيديو يا رب. ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم، الله يعيده بالامن والامان. ان شاء الله رمضان الجاي تكون كل وحدة فيكم محققة اللي ببالها يا رب. طمنوني عنكم. والله اليوم اول يوم رمضان، حبينا والله هيك اشتهينا على الكبة المقلية، فعملت هيك غدا فطور. يعني انا بحب اقول فطور. هون كنت عم بفرم البصل مشان اقلي اللحمة. ايه وهلا هون بعد ما خلصت فرم البصل بلشت اقليه. وهي حماتي مرت عمي، اذا ما ضافت لمساتها على الطبخة ما بتطلع طيبة. ايه والله ايش نسوي؟ خبروني انتو ايش فرستوا لرمضان، ايش عملتوا؟ والله بصراحة يا صبايا جوزي ما بحب الاكل اللي مفرز، عرفتوا؟ لهيك والله ما بفرز. بقول هيك يعني عادي اسهل كمان واطيب، يعني واحد كل ما اشتهى على اكله بيعمل. يعني هيك والله جوزي ما بيحب الاكل المفرز، وبالاخص الكبة مو في بقلبها بصل وهيك. ما بيحب، بيقول بتطلع له طعمه. ايه والله يعني هو الاكل بصراحة يعني تازة اطيب، واحد يعمله رأسا ويساويه يعني يفطره اطيب برأيي انا. يلا ايش نسوي؟ والله هون انا ومرت عمي عملت كيلو برغل، انا ومرت عمي والله ما في ساعة يعني شلناه. هلا بما انه في فقرة فاضية راح احكي فيها كلمتين بالنسبة لزينة رمضان يا صبايا. والله يعني شفتوا ما نزلت فيديو مشان زينة رمضان و اللهم صل على النبي. شفتوا يعني ما عندي زينة رمضان أول شي، وتاني شي شفتوا بتكلف، وأنا شرحت لكم وضعي. إن شاء الله بإذن الله تعالى السنة الجاي راح أجيب زينة رمضان، وراح أعملكم جو وأنزلكم فيديو بإذن الله. بس هالرمضان والله يعني صعب كتير. والله اشتهيت أنا يعني إنه أساوي هيك جو لأولادي، جو رمضان وزينة وما زينة، بس والله هيك الوضع حكم. هلا البرغل هداك اللي ورجيتكن اياه بالاخير الدورتو، هداك هيك بدي اعمله كبة نية. ما درت معه البصلة ولا شي، البصلة هاي عم بفرمها مشان البرغل. هلا قلتولي انه صوتي بالفيديو السابق انه عم بقطش. غيرت البرنامج ان شاء الله، يعني هذا يكون صوته واضح. واذا ما كان صوت هذا البرنامج يعني كويس فراح اضطر اني اسجل فيديو بدون ما امنتجه، عرفتوا؟ هلا هون حطيت البصلة بالطواي وحطيت لها زيت، وهون راح احط لها معلقة دبس فليفلة. يعني هي حسب الرغبة، بتحبوها كتير قليلة حدة حلوة، انا بحبها حدة. وحطيت لها معلقة دبس بندورة.
والله هيك بتم بخليهم عم يتقلوا مع بعضهم لحتى البصلة تستوي على المظبوط. هاي الطريقة كتير أنا بحبها، كتير طيبة، بنصحكم تجربوها، هاي تعلمتها من الإتراك. هلا هيك عم بقليها مع بعضها طلعوا. بعد ما استوت البصلة كتيتها على البرغل. ما رأسا تدعكوها بإيديكم لأني بيكون لسه سخن تحرقوا إيديكم، أنا استنيتها لتبرد شوي بعدين بلشت أدعكها. وهلأ جبت عدة الفتوش وبدي أفرمها. فوالله يا صبايا بالنسبة لزينة رمضان يعني والله هالرمضان ما عندي استطاعة والله أجيب، فراحت يعني للسنة الجاي إن شاء الله بإذن الله تعالى. السنة الجاي راح أجيب وأعمل هيك أزين أوضة القعدة أزين أوضة القعدة وأعمل هيك جو رمضان. والله مع إنه اهتمت بنفسي يعني زينة رمضان إني أجيب وأزين، فإيش نساوي الحمد لله هيك الله قسملي. يعني هلا اكيد يعني بدكم تشوفوا المنزلين يعني مقاطع فيديو للعاملين زينة، راح تكون اكيد احلى بمليون مرة من مقاطع الفيديو اللي انا عم بنزله، بس ايش نساوي يعني الحمد لله. يعني اكيد انا لو وضعي بسمح كنت اكيد جبت وما حرمت يعني حالي شي وما خليت بنفسي شي، عرفتوا؟ فهيك يعني الله يسمنا. وهلا هون بطب هي يمكن اخر وجبة، هي اخر وجبة، بستنى الزيت هيك ليحمى شوي وبطب مشان ما تفرط، ما حيروح عذابه على الفاضي. وهيك كانت سفرتي يا صبايا اليوم. حنين صامت هي واخوها ابراهيم، هدول اول رمضان بيصوموا اليوم. وكانوا يعني كتير جوعانين وعم بياكلوا. لهون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، لا تنسوا تحطوا لي اشتراك ولايك. سلام.